الفيديو ده لمحافظ كفر الشيخ شخصيا. ايوه، للمحافظ شخصيا. لو ربنا اراد والفيديو ده وصل حضرتك يبقى كده من ربنا عشان تساعد الست الغلبانه دي. ربنا ما ارادش يبقى لسه ربنا مش رايد. بس انا حبيت اعمل اللي عليا. انا مش من المحافظه بتاعتكم، بس الست اللي موجوده معايا دي من محافظه كفر الشيخ. الست دي ابنها تايه بقاله شهرين ونص بندور عليه. انا بلف معاها بالعربيه ومعطل شغلي وبجري معاها لله عشان ممكن اكون معرض لحاجه زي كده. الست دي حاولت تتواصل مع الامن عندكم، مع مدير الامن عندكم، محدش دخلها، من على الباب تمشي. احنا جينا هنا القاهره بندور على الولد في القاهره لان الولد موجود هنا، مفيش حد ما وقفش معانا. يعني احنا في القاهره محافظه غير محافظتنا خالص، محافظه غير محافظتنا، واي حد يتكلم معانا ويتعامل معانا يقول لك ده انت عندك شكوى نشر في كفر الشيخ، ارجع في كفر الشيخ. رحت امن الجيزه، ربنا يبارك له، العقيد علاء بكير تقريبا، ربنا يبارك له لو الاسم صح. مش شغله والراجل قعدنا في مكتبه، اتصل بكل الاقسام اللي حواليه. تمام. بعد اذنك الست دي عايزه توصل صوتها ليك، يمكن ربنا يريد واكون انا والناس اللي هتعمل شير سبب ان الست دي يوصل لها ابنها بطريقك. محافظ كفر الشيخ، رجاء انا محتاجه مساعدتك ومساعده مدير امن كفر الشيخ. انا محتاجه مساعدتكم ان انتوا توصلوا صوتي ان انا اقدر اوصل لابني. هو انا علشان ماليش حد ما انتوش راضيين تسالوا فيا؟ انما انا حد مسؤول في الدوله او اهلي ناس مبسوطه كنت سالتوا عني، انما علشان انا واحده غلبانه مش راضيين تسالوا عني. المركز اللي هو المركز اللي انا تابع ليه ما اتحركش وما عمليش حاجه. ما عمل المحضر بتاع ابني بعد قد ايه؟ بعد 10 ايام تغيب. المفروض ان زي ما بتقولوا الشرطه في خدمه الشعب. فين الشعب اللي انتوا بتخدموه؟ انتوا ما بتخدموش حد. انا عشان واحده غلبانه انتوا مش راضيين تخدموني، مش راضيين تعبروني، مش قادرين توصلوا صوتي للناس ان انا اقدر اوصل لابني. الناس بره المحافظه بتساعدني وبتعمل معايا اللازم. انتوا فين محافظتي؟ المفروض اول ناس تقف جنبي هي محافظتي، ولا انا عشان غلبانه مش عايزين تسالوا عني؟ حسب الله ونعم الوكيل فيكم يا رب. وعقبال اللي ما ساعدش ابني يشوف ولاده زي ياسين بالظبط ومحدش يعرف يوصل لاولاده تاني. استهدي بالله، صلى على النبي. الناس اللي عماله تاخد اللقطه، الناس اللي بترن عليها ونسجل معاها لقطه عشان بس يرفع ريتش، بس منك لله. انا مش هقول اسامي، هي قالت لي اسامي الناس، بس انا قسما برب الكعبه المره الجايه هقول اسامي ناس في كفر الشيخ وبره كفر الشيخ. الناس اللي اتصلوا بيها وقعدوا يقولوا لها ايه، هتتكلمي تقولي كذا، هتعملي كذا، ولما خدوا اللقطه منها بترن عليهم تاني ما عبروهاش. لا انت ما تجيبش ريتش على حسابها. تمام. اتقوا الله شويه. الولد اقول لكم ايه، الولد عنده سكر. ابنك عنده ايه يا ام ياسين؟ ابني مريض سكر. عشان اللي ما بيحسش يحس. ابني مريض سكر بقاله كده 90 يوم ما اخدش انسولين، والسكر بيعمل له جلطات في رجليه ورجليه بتتورم، ولا قدر الله يعني بعد الشر ممكن يحصل له بت في رجله، ومريض غده وعنده مشاكل في الاعضاء التناسليه، وللاسف عنده غده درقيه. يعني الولد عنده امراض كتير، والسكر ده بيبوظ الكلى. وريهم الصوره وانت بتتكلمي عشان بس ما حدش يقول لك احنا ما شفناش الصوره. وصور ياسين ايه؟ صور ياسين ده انا بطبعها، وكل 10 ايام بنزل القاهره، بنزل الف وبنزل في سكن وبنزل اطبع الورق. حتى يعني حرام عليكم، يعني اللي زي ده يعني اعمل ايه؟ اوصل لابني ازاي طالما صوتي مش راضي يوصل عن طريق الحكومه مش بتساعدني. المفروض ان انتوا تساعدوني، محافظتي تساعدني، ولا انتوا ما بتساعدوش الا نفسكم؟ النواب اللي كل اللي بيخشوا مجلس الشعب وبعد ما بينجحوا في الدوره بيروحوا بس يخدموا قرايبهم، ما بيخدموش اي حد تاني. حسب الله ونعم الوكيل فيكم. واللي قال لي هاتي قدمي لي طلب لمديريه امن الجيزه، وقدمنا الطلب، وللاسف رنيت عليهم ما عبرنيش. والتاني قلت له محتاجه اطلع في الاعلان او توصل لي صوتي للاعلام، برضه حاضر هوصل محمد عبد الحميد هاشم، وده وش الضيف. حسب الله ونعم الوكيل فيكم وفي كل اللي ما يقدرش، كل اللي يقدر يساعدني ومش عايز يساعدني. حسب الله ونعم الوكيل فيكم، وتشوفوا ولادكم زيه، وما حدش يقدر يساعد ولادكم ابدا، وان شاء الله هتشوفوه. ده ربنا كبير، ربنا فوق كل الناس دي بحالها، وان شاء الله ربنا هيقف جنبي. معالي الباشا، الفيديو ده يا رب يوصل لك. انا عارف ان حضرتك راجل محترم من اللي بسمعه عن حضرتك، وعارف ان الفيديو ده لو وصل لحضرتك الناس كلها هتتحرك معاها. فبعد اذنك، بعد اذن معاليك، انا بجري معاها، واعوذ بالله من كلمه انا،
وناس كتير حواليا والناس اللي معايا على حساباتي كلها. فبعد اذنك احنا بنحاول نوصل الصوت. لو سمحت لو سمحت لو سمحت ساعدها، لو سمحت، وكتر الف خيرك لو وصلك الفيديو ده وساعدتها. بس يا رب اللي يشوف الفيديو ده وفي ايده يوصله ما وصلهوش، انا اللي بقول لك انا كمان هدي عليك انا وكل الناس اللي هتشوف الفيديو يقعد في ولادك، لان ما عادش مكان ما رحناهوش. احنا بنجري في القاهره بقالنا شهرين ونص انا وهي، من ميدان انس بن مالك لشارع شهاب، لا الولد كان في المكان الفلاني، لا الولد كان في المكان الفلاني، عمالين نجري. والناس هنا بس الشرطه هنا بيقول لك انت المفروض ترجع لكفر الشيخ الاساسي، وهو يساعدك يقول لك كذا 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 كذا، ورغم كده بيقفوا معانا هنا قسما بالله من اسم العجوزه، من اسم الجيزه، تمام، يطلع معانا ناس تدور معانا في الشارع بالسبع ساعات. الف شكر ليكم ما قصرتوش. فبعد اذنك يا سياده المحافظ حد يتواصل مع البنت دي، تمام، ويكون معاها. انا النهارده موجود لا قدر الله، ممكن ما اكونش موجود بكره، ممكن اموت، تمام. فبعد اذنك يا ريت تساعدوها. السلام عليكم. واي حد هيشوف الفيديو ده مش هيشيره انت كمان قلبك جاحد. السلام عليكم.